شعرها خشنه وبتكلبش، احط لها سنه حمام كريم بعد الفرد وانا بعمل استشوار. ليه؟ هيديني سهوله وليونه زي ما انا بعمل كده. بص عشان عليه حمام كريم عامل ازاي شعرها، وبعد الحمام الكريم بص شعرها صلبت ازاي. ده احنا ما حطيناش كده فوم، فاكرين حته الفوم في الشعرايه الصيف؟ لا ده حمام كريم بص عمل ازاي، كاننا رشينا سبراي او حطينا حاجه مثبته شويه اهي. فلو في فرد او في حاجه او شعرها خشنه او شعرها بتكلبش في الفرشه، حط سنه حمام كريم او سنه بلسم، حاجه تدي السهوله والليونه. ايه ما يغسلش ويحط ويسيبها اللي هو ايه؟ ما هو لو الشعرايه انا غاسل ونضيفه والدنيا تمام بس حاسس ان هي مكلبشه بعد الفرد، احط سنه حمام كريم كانك بتحط كريم على شعرك كده واشتغل عليها ما اغسلهاش. يعني اشتغل بالاستشوار عادي بعد حاجه. يعني الكريمه دي يا مستر ما تلسعوش تمام كده؟ تمام فهمناها؟ مستر رضا الكريمه دي ما تلسعوش؟ لا هي السخونيه بتبقى قريبه شويه بتلسع لان هي قريبه، بس بالنسبه لك هتقلل سخونيتها هتقلل لسعه لان انت كده سهلت الشعرايه بدل ما بتكلبش في الفرشه سهلت الشعرايه. قلنا لو الشعرايه مكلبشه بعد الفرد او الشعرايه مكلبشه خشنه احط سنه حمام كريم قبل ما اعملها كاني بحط كريم شعر الكميه بتاعت كريم الشعر بس ما قلتش بدل. انا بقول لك بص ما حطناش ولا اي حاجه للشعرايه الصيصه فوم بس ده حمام كريم بص مصلب الشعرايه اهو. صعبه الشعرايه اللي تكون عندك فيها كسره من قدام باخد الشعرايه كده واسحب الشعرايه من بعيد هوا بسحب الكسره كده. بص الفرشه بتيجي منين اهي هوا كده. انا بجيب ايه الجد لان لو جبتها من هنا انا ما جبتش اللي انا كده عايز تركيز من تحت اهي. صعبه وانت قد الفوليوم بتاعك. حد عايز يسأل على اي حاجه في الاستشوار؟ كريم اهو في ايدك قلنا في الجناب ورا. ببدأ بقى كده من قدام كده حاجة خفيفة جدا وانا هنا مش عامل استشوار عامل حاجة بس يا دوب سخنت الشعر بس. بدأنا نحط الكريم منين؟ الجناب ورا قدام. صعبة بس هل الشعرايه لو معموله استشوار كانت هتتحرك معايا كده في ان الشعرايه طبيعيه؟ فهمناها؟ لان في ناس بتبقى عايزه الشعرايه قريبه من الكيرلي